الأصدقاء والأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. بس قبل ما أبدأ الكبسولة أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو القصير. ما شفنا منكم ولا شيء ولا إشارة تدل على أنكم تنتمون إلى الإسلام وإلى المسلمين. كلام راني نقوله في ليلة رمضان وأتحمل مسؤوليته أمام الله. نعودوا متفاهمين. أنا بالنسبة لي المملكة المغربية مملكة غير إسلامية، ما عندها حتى علاقة بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. تحياتي واحتراماتي لحضراتكم. سمعت هذا المخنث المدعو مصطفى بونيف، اللي مرة من المرات أنا سمعته وهو بيحكي عن أبوه وبيقول إن أبوه رجل دين وإنهم تربوا على الدين. قال إن أبوه تقريبا كان مدرس لغة عربية ورجل دين، وأخوه مش عارف دكتور في إيه، وحاجات كده كلها أكاذيب في أكاذيب. وهو أعلن هذه الأكاذيب بهذا الفيديو العبيط اللي اتكلم فيه. لو أنك تربيت تربية دينية أيها الأخت بونيف، يعني أنت عارف راسك، يعني عارف نفسك، عارف إنك 7 ألوان الطيف، عيب عليك. لو أنك تربيت تربية دينية لعلمت أن من يقذف قوما بالكفر عنوة وبلا دليل فهو قد كفر. ومين أنت عشان تكفر شعب وتكفر دولة وتدعي أنهم ليسوا بمسلمين؟ أنت مين؟ ده أنت ليك فيديوهات في بيوت ولا ناسي؟ ما علينا من ده. وأي شعب أنت كفرته، الشعب الذي به أكبر عدد من حفظة القرآن، الشعب الذي صدر الطرق الصوفية للعالم الإسلامي أجمع، الشعب الذي به من المساجد ما لا يعد ولا يحصى، الشعب الذي إذا دخلت عليه وجدت منه الكرم والجود والطيب والطيبة، الشعب اللي بيتعامل بأخلاق الإسلام. يا أخي ولا يا أختي بقى، ده أنا شفتهم بيصلوا على الأرصفة في الشارع، تيجي أنتي وتكفريهم؟ طب ما تبص لنفسك وبص لبلدك الأول. هو في دعارة مقننة في العالم العربي والإسلامي اللي عندكم في دويلة الجزائر؟ ده الشيوخ بتوعكم طالعين يقولوا 8000 بيت دعارة في الجزائر لوحدها، المدينة العاصمة، وزيد 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 وزيد. لو اتكلمنا عن التشيع وقلة الدين ورمي المصاحف في الزبالة هنلاقيها عندكم. لو اتكلمنا عن الكذب الموروث الثقافي بتاعكم مش هنلاقي شعب بيكذب قدكم. هو الكذب في الإسلام؟ الشتايم والقذارة وقلة الأدب وطولة اللسان وسب الأديان اللي عندكم. ده انتوا أكبر دولة في سب الدين، ما شفناش أقذر من كده. يبقى فين المسلم وفين اللي مش مسلم؟ أنا نهاية القول هقول لك جملة واحدة: هتعيشوا وتموتوا المغاربة أسيادكم، أصول وعراقة تمتد إلى أصهار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنسابه. انتوا بقى معدومين الهوية والأصل والنسب والتاريخ. فالسفيه ينطق بما فيه، وانت سفيه وبلدك أسفه منك
ومستشفى مجانين كبيره، جاتكوا نيله عليكم وعلى ايامكم يا مقرفين، جاتكوا القرف، قرفتونا. طيب في حاجه بقى عايز اتكلم فيها، ودي تخص اخواني المغاربه. للاسف للاسف يبدو ان الكراغله اللقطاء اقزام افريقيا دول نجحوا في احداث شيء من الوقيعه بين المصريين والمغاربه. وبرضه للاسف في عناصر في مصر مدياهم الفرصه، وفي عناصر في المغرب مدياهم الفرصه. لما دعيت المغرب للمشاركه في بتاع السلام اللي عمله ترامب ده، ودعيت مصر ودعيت العديد من الدول المحترمه ما عدا دويله القرقوبي، دويله الجزائر، وبداوا في هذا المشروع. ومؤخرا ترامب اعلن ان في دول شاركت في النواحي الامنيه واعاده اعمار غزه، ومنهم المملكه المغربيه الشريفه، شاركوا بفلوس يعني معرفش 7 مليار دولار ولا ايه. كذا دوله شاركوا في هذا المبلغ، بالاضافه طبعا لدول الخليج وخلافه. بعض الاخوه المغاربه، وللاسف البدايه مؤكد انها كانت من الكراغله، ثم تداولها اخواني المغاربه على ان مصر اصابتها الغيره من المغرب، وان هناك طلب سري لترامب بابعاد المملكه المغربيه الشريفه عن هذا المشروع يعني. طب انا عندي تحفظ صغير كده، لما هو سري حضراتكم عرفتوه منين؟ لما هو لم يعلن برضه حضراتكم عرفتوه منين؟ يعني مصر هتغير من المغرب وتطلب من ترامب ابعادها عن مشروع غزه او من موضوع بتاع السلام ده، وطلب سري وحضراتكم عرفتوه؟ يعني انا بتكلم على اللي نشروا هذا الكلام. يعني انتوا عندكم المعلومه اللي مش موجوده عند المخابرات في الدول العربيه، ولا في الاعلام الدولي ولا العربي ولا الاسلامي، ولا انتوا بس اللي طالعين كده وعارفين المعلومات السريه؟ يعني بتخلونا عاقلين بقى، بتخلونا عاقلين. لكن الكراغله اللقطاء يضربوا الكلام الفارغ، وللاسف احنا بنمشي وراه مع الاسف. انا عايز اقول لحضراتكم ان مصر بتدعو كل الدول العربيه للمشاركه في اعاده اعمار غزه، بعيدا عن ترامب كمان. كانت بتساعد كل الدول العربيه اللي عايزه تقدم مساعدات لغزه بكل ما اوتيت من قوه، بتواجه اسرائيل عشان تدخل مساعدات الدول العربيه. ولا ننكر طبعا المساعدات اللي قدمتها المملكه المغربيه الشريفه طوال السنين اللي فاتت، بل بالعكس ده من سنه 48 وهي بتقدم، مش بشهادتنا بس، لا ده بشهاده الجميع، منهم محمود عباس ابو مازن. فمصر هتغير من المغرب ليه؟ ليه؟ طيب مصر اللي بتغير من المغرب دي وعايزه تستبعدها من كل حاجه، رئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيبعث بشكل شخصي برقيه تهنئه لجلاله الملك محمد السادس، كلها ود وكلها محبه وكلها اخوه وكلها، وهنزلها لحضراتكم عشان كل واحد يحط لسانه في بوقه، عشان الكراغله اللقطاء ازبال افريقيا دول يهمدوا بقى، يهمدوا. عاوز اقول لكم ان عبد المجيد القفه هو اللي بعت للرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئه، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بعت لجلاله الملك محمد السادس.
دليل على الحب والود والأخوة والتعاون والتفاهم وكل شيء جميل. فأرجو من إخواني المصريين وإخواني المغاربة عدم المزايدة على علاقة مصر بالمغرب، لأن الموضوع فوق تصوركم وفوق تخيلكم، ومهما أحكي في حاجات ما نقدرش نتكلم فيها، لكن الحمد لله العلاقات فوق الممتازة، العلاقات مبشرة بكل خير، العلاقات تسير في مسارها الصحيح والسوي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشريفة. فما تدوش فرصة لأحفاد فرنسا وتركيا زبالة الحضارات القديمة إنهم يحدثوا هذه الفتنة، وقال إيه؟ سرية، طلبات سرية. حكموا العقل يا إخواني، الله يرضى عليكم، حكموا العقل، حكموا العقل، لأن الحاجات السرية اللي انتم متخيلين إنها صحيحة دي لا أنا ولا انتوا هنقدر نعرفها. مش كلمة سرية دي مش سهلة في العلاقات الدولية والدبلوماسية والعلاقات السياسية، كلمة سرية دي مش سهلة. لكن هنكلم مين؟ ما هو في من ينفخ في النار. أرجوكوا كونوا على يقين من الكلام اللي بينقال، واعرفوا أن هناك عنصر يقف لنا بالمرصاد للأحداث الوقيعة والفتنة، مش بين مصر والمغرب بس، ده بين أي دولة عربية وأخرى، بين أي دولة إسلامية وأخرى. انتبهوا واحذروا. اللقطاء لا عندهم مبدأ ولا عندهم ضمير ولا عندهم دين ولا عندهم مثل ولا عندهم مبادئ ولا عندهم أي حاجة عايشين عليها. المهم يشوفوا الدنيا والعة بين الدول العربية والإسلامية. احذروا. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم. عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما. وهفضل أقول الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا عزاء لهؤلاء اللقطاء. والصحراء الشرقية أيضا مغربية رغم أنف أقزام أفريقيا دويلة الجزائر والقائمين عليها. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.